كتقل قيمتك كراجل في عين مراتك كل ما زادت هي اختلاطا بالرجال. هنا غنرجعو للموضوع ديال لا تتزوج موظفة، لان الموظفة ظروف العمل ديالها كتحتم عليها الاختلاط بزاف ديال الرجال، ومن هنا غتكون معاهم معرفة ويصبحوا اصدقاء ديالها، وكل واحد في دوك الاصدقاء مستخدم ديك الصداقة لغرض معين وقاري من وراها شي بلان. لهذا كلهم كتلقاهم دايرين ليها خاطرها ومشبعين خدمات واهتمام، ومن هنا كتخلق لك مشكلة انت كزوج وكتبدا تقلل قيمتك عندها، لان الكابران احمد عاطفي معاك اكثر منك وكيعرف يهضر وانت غير خضر. ومن هنا كتبان الحكمة من التشريعات ديال الله عز وجل. ما جاش ونصح النساء بالعفة وعدم الاختلاط غير هكاك. فاش كتكون المرأة عفيفة وما كتختلطش بزاف ديال الرجالة، هادشي كيخلي قيمتك كبيرة في عينها وكتكتفي بك. لهذا الدين ديالنا كيمنع الاختلاط باش تكون حياة مستقرة وسعيدة بين المرأة والراجل. فاحنا في هذا العصر الحضاري المتطور زعما تخلطات الوقت، ولات المرأة حتى هي باغا تخدم ودير الصحاب وتريح في القهاوي. 50% دابا ديال النساء متشبعات بالافكار النسويه والتحرر، وكيحاولوا يجروا معاهم ديك 50% اللي باغا، واللي دويتي معاه تقول لك الا مشى واحد يجيو 10، لانها ما بقاتش بحال شحال هادي شاده الركنه في دارهم وقاتلاها القنطه كتسنى غير اللي يدق بابهم. دابا ولات متحرره وعندها القدره باش تخرج بنفسها لاصطياد الضبع من البريه، ونظرا لكثرة الضباع تقدر تصيد 5 في النهار وتبدا تزر بيناتهم. هاد المرحلة الصيد الطويلة عند الأنثى كتعرضها لبزاف ديال المواقف، مرة مقهوية مع واحد حدا الكورنيش، مرة شادة واحد في الجردة، مرة بايتة في شي بيت في شي سطح. في الأخير كتلقى داك التحرر ديالها غير خرج عليها، والأصل الصحيح هو الدين ديالنا. بحال هاد النوع الأغلبية كتهلا بيهم الأيام وكيضيعوا ضياع في ضياع، عاد كتبدا تقلب على شي دمدومة تلصق فيه، ونظرا للخبرة ديالها الواسعة في مجال الترحبين كيصبح ساهل عليها تعرف الراجل من الرعواني. فكتختار الرعواني حيت عارفة الراجل من السلام في السلام غيقول لها جي عندي للدار نديرو شي طاجين، حيت مستحيل يقبل بوحدة عندها خبرة سنين في صيد الضباع وترويض الأفاعي. ما غاديش يسمع منا ديك الهضرة ديال حكا الظروف والزمان والوقت الحكار. اما الرعواني كيفرح بحال هاد المسائل وكيقول مسكينه ارتاحت ليا وفوات ليا قلبها حيت شافتني انا الرجل المناسب، وكيقرا البرا من قفاها. هي راه ما اختارتكش انت لسواد عيونك ولا حبا فيك، اختاراتك حيت بانت ليها فيك الهوسه وغا خبز ربي في طبو. دغيا غدوز عليك الدكاكه وتعمر بك ديك المكانه الاجتماعيه ديالها اللي بدات كتهرب عليها باش تسمى حتى هي راه تزوجات ودار الدار والوليدات، وكتستغلك انت ببساطه باش تسد بك الثقبه وتشتت معاك النسل. على هاد النوع ما تسناش منا شي نهار راه غتبغيك ولا غتحتارمك ولا تقدرك. سيناريوهات كثيره عاشتهم في حياتها وشلا لقطات شافتهم صعيب تنساهم بين ليله وضحاها وتبدا معاك حياه جديده. لهذا انت كشاب عازب مدبر على راسك من حقك تاخذ بنت دارهم عفيفه شريفه شاده ثقارة وغتعيش معها حياه سعيده. اما الا مشيتي بعقليه المطلقه فيها لاجار وديك اللي يضحك عليها ولد جيراننا عندي لاجر استرسال، غتصدق مصيد.